شاهدت رجلا يدعي أنه يستطيع أن يجند ويسخر مئات الألوف من الجان. أيوة. يعالج بها الأمراض، يقضي بها حاجات الناس، ويسخرها لمن يشاء ولما يشاء. ما قول سيادتك في هذا؟ كل ده قال وكل ده نصب. كله ده قالوا نصب. ليه؟ الناس تنتهز فرصة أصحاب الحاجات الذين ضاقوا بأعذارهم، واللي ضاق بأعذاره ده نفسه حد بس زي ما بيقول الديسة يتلمس أي حاجة، فبيصطادوا دولي، بدليل إن هو يقعد يوج شوية في المجتمع، وبعدين بعد شهر أو 2 يتبين النصاب فيعدلوا عنه. يعني مفيش واحد وبعدين يقولوا ده الدجال ويمسكوه ويظبطوا عنده ويعملوا مسائل دي. أما مسائل إن الجن ومش الجن لا عمل له إلا أن يمس، والمس اللي هو يجيله بالحكم ويناقضه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى الشيطان ما بيلبسش ما يدخلش جوه، ولكن يوسوس بس. يوسوس. ولذلك من الإنس برضه من يوسوس، من الجنات والناس. يبقى كل واحد يوسوس للإنسان وسوسة تغريه بمعصية يبقى الشيطان، شياطين الإنس أو شياطين الجن. ربنا سابهم لنا، قال لك لا، إما ينزغنك من الشيطان نزغ ومستضعفك، بين له أنك في حضن ربك القوي. إذن هو لا يتمكن إلا من الإنسان الضعيف بالوسوسة. ولذلك شوف الجدل، هيجي في يوم القيامة جدل بين الشيطان وبين من أغواه. يقولوا أنت اللي عملت فينا. يقول أبدا، وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي سلطان أرغمكم على العمل، ولا عندي سلطان أقنعكم الحب، لا دي ولا دي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنتم كنتوا على تشويري، ما أنا ماليش دعوة بكم خالص. يبقى إذن الشيطان يوسوس. لما ربنا علمنا قال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. معنى استعذ بالله يعني إيه؟ قال لك قد تكون ضعيفا أمامه لأنه يستغل شهوة نفسك ويجندها ضدك. خذوا أنت بإيدك إلى الأقوى منك ومنه، وهو الله. ساعة ما يسمع اسم ربنا يفر. أنا قاعد مثلا في البرندة بالليل، لقيت واحد حرامي ماشي، فقلت احرق. يعمل ايه؟ يهرب. يقول لك ده يمكن صدفه قايم صدفه يكح، يجي تاني ليله وبرضه قلت احرق. قال لك لا ده رقمني. يقوم يروح سايبني ويروح لواحد لابخ تاني. الله. ولذلك يجي في الصلاه. ليه في الصلاه؟ لان ده امتع وقت للمؤمن مع ربه، يوم عايز يفسد عليه هذا العمل. وعشان تعرف ان الشيطان خايب وكيده ضعيف، بس هو بيستغل غبائنا وغفلتنا. ان الشيطان لما جه يجادل ربنا بعد ما طرده من الجنه وقال له بقى انا انطردت بسبب مين؟ بسبب مين كان؟ بسبب الانسان. لا ادم. بسبب ادم. خلاص. قال له ما دام عملت فيا كده بسبب ادم لازم اتسلط على ذريتي كلها. لأغوينهم أجمعين. كده كويس. فمن خيبته ألقى أسلحته أمام ربه وقال له ده أنا هعمل كذا وهعمل كذا، ولو كان شاطر كان دكن الأسباب اللي عايز يعملها، ولكنه بات مكشوفا. مكشوف القصد. لا ده عشان يبين خيبتنا في سماعه، ده انكشف. قال إيه؟ قال لآتينهم من بين أيديهم، أمامهم يعني، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم. هذه خطة من خططه، يعني يلاحقه، مرة يجي قدامه فيغويه بما أمامه من الآمال، ومرة يجي من خلفه يزعله من الأشياء اللي حدثت له كده، يعني يجي له من كل حته. نقول له طيب يا إبليس يا اللي بتعمل خطط، يا اللي عامل إنك ودفر، طب سبت الفوق والتحت ليه؟ طب الجهاد 6، الجهاد كام؟ 6. أنت قلت 4 بس. قلت بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. خلاص ما قلتش الأولانية ليه؟ قال لك ابن الكلب
ما قالهاش لأن الذي يرفع بصره دائما إلى عز الربوبية وإلى نفسه في ذل العبودية لا يأتي له الشيطان أبدا. الله. ما يجيش. الله. ما يجيش. الله. طيب وبعدين قال له إيه؟ قال له أنا مش هقعد على الخمارة عشان أشور للناس يجوا الخمارة، لا، أنا هقعد عند الجامع عشان أقول للناس ما تجوش. ولذلك قال إيه؟ لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، لأنه اللي على الصراط الغير مستقيم مش عايزني، ده جاهز، ده جاهز. إنما أنا هروح فين؟ ولذلك ساعة ما يجي الصلاة نروح ناخده. خيرتنا احنا إنه نروح مدينا الخيط ونقعد أكر، هو يسيبنا كله ويروح لواحد تاني. إنما لو أنني بمجرد ما حد يخرجني من الخط المستقيم فأسته قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول فأسني، يبقى عمال بيقول خططه وبيقول خططه وبيكشف ورقه ودليل على إنه غبي. ثانيا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يسلط شرا على خير لا يمكن إنه يسيب الخير بدون درع، وإلا تبقى ربوبية ناقصة. ما دام ربنا عارف إن في ناس هيجوا بشر لازم يعمل لأهل الخير دروع. قال أنا باعث لكم معقبات من بين يديكم ومن خلفكم يحفظونكم بأمري أنا. فلما يكون بيعمل ليه عشان يحفظني، ولذلك يقول لك العين عليها حارس، يا سلام الواد مش عارف ايه وشدش حدش تلاقاه، الله، يبقى اللي بيعمل لي كده يمكن مني حد يضرني؟ مش ممكن. يبقى إذا كل اللي بينقال فيه دي كلام نصب. نعم. فضيلة الشيخ، نعم. هل يسكن الجان جسد إنسان؟ ما شو قلنا هما وفقا اللي حضرتك قلته. أيوة. ولكني شاهدت هذا الرجل كذب يعني يحتال يا سلام. كنت تعالى شوفهم هنا واحنا بنضربهم، بيضرب في النساء ضرب مبرح. هنا ضربناهم، هات الزخمة يالا اللي هنا اللي بنضربهم به، ويعمل ويغير صوته ويعمل وبتاع، ولما تديله بقى ما تفسير هذا الكلام؟ ما تفسير هذا الكلام؟ هم دول كل واحدة. العفاريت مع الرجالة أكثر ولا مع النسوان؟ مع الستات. اشمعنى بقى؟ يعني الشيطان خايف من الرجالة؟ ها؟ لأن الستات هم اللي لهم حيل. نعم. وعايزين بقى يقول لك كذا وعايزين كذا ومش عارف، والراجل لو يجي كده يقول لحظة سيبها أحسن العفريت تيجي. لما جت هنا في المسجد اهو، وبعدين قالت العفريت اللي عليها أنا شفتها إنها كدابة، لأنها بمجرد ما دخلت باب الجامع راحت متمددة ومرمية بقى، كان يعني على ميعاد مظبوط يعني على بس قمت أنا قلت للراجل جوزها كلام بقى يعني، قلت له صح الست دي عندها عفريت والعفريت بيغير منك عليها، اوعى تقدم لها لا يعورك. قال له ازاي؟ قلت له والله بيغير منك. اسأل الولد اهو. بعد اسبوع هي اللي جت قالت العفريت راح مني، لان الراجل ما راحش. فمسائل كلها كذب 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 كلها. نعم. ونخلص ايضا فضيلة الشيخ من هذا الحديث الشيق الى نعم. ان الجان لا يسخر لخدمة انسان. نعم. هل يسخر الجان لخدمة انسان؟ بقول لك الجان اما لا يسخر الا استنى، اما طائع واما عاصي. الطائع ما يجيلكش انت، الطائع شغله مع ربه. انت تقدر تسلط واحد تخيل على انه يضرب واحد رصاصه ولا يضربه علقه عدوك؟ تقدر؟ الراجل الطيب تقدر تسلطه انه يضرب واحد علقه مزعلك؟ مالوش في الكلام ده ابدا. والشيطان بقى يأتمر بأمرك، ده بينه وبينك عداوة. ولذلك هناك الآية صريحة في القرآن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك لا يموتون بخير أبدا، وتلاقي شكلهم غبي وأولادهم مصابين، واللي أعور واللي أعمى واللي مكسحوا، ولا يموتون بخير أبدا، لأنه ظن أنه يستطيع أن يأخذ قوة الجن لتفيده. يقول له لا، ربك قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أتعبوهم، كان فاهم أنه هو هياخد يعني سلاح قوي وياخد الخزن بقى ويجيب له الفلوس ويعمل له ولم يسخر الجن إلا لخدمة إلا لسليمان. نعم. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى نهاية حديثنا هذه الليلة مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد